السلام عليكم. هتكلم مع حضراتكم النهارده في واقعه حصلت في القليوبيه. اللي حصل بان الشاب اللي زي الورد اللي صورته ظهرت قدام حضراتكم دلوقتي ده اسمه الكابتن لؤي. الكابتن لؤي شاب لسه متخرج من كليه تجاره وشغال في جيم مع صديقه الكابتن مصطفى اللي صورته ظهرت قدام حضراتكم ده. شغال معاه في الجيم بقاله سنه، ولكن وهم قاعدين في يوم اللي هو يوم الواقعه سمعوا صوت زعيق جامد قوي جاي من بعيد. فالمهم طلعوا هما الاثنين علشان يعرفوا مين اللي بيزعق ده. لقوا ان في اتنين شباب، واحد منهم اسمه كريم. كريم ده عمال يزعق في الشارع وسباب، وطبعا بيشتم في سادات العماره والرجاله وفي الشارع كله، وانا هولع في العماره وهعمل. فطبعا هم مش عارفين يعني مين الشخص ده وبيزعق لمين وايه القصه. ولكن كان في اتنين رجاله قاعدين على القهوه اللي قدام العماره، واحد اسمه الحاج حماده وواحد تاني اسمه الحاج رمضان. الحاج حماده ده يبقى صاحب العماره اللي ساكن فيها كريم. المهم جابوا الشابين دول، تعالوا اقعدوا يا جماعه، خير في ايه اللي حصل؟ فقالوا لهم في حد فصل على حد من عندنا وهو طالع الكهرباء بتاعت الاسانسير. فالحاج حماده قال له انت بتدفع كهرباء الاسانسير؟ قال له لا. فقال له لا، انت كده غلطان في الحته دي، انت المفروض تدفع زيك زي الناس كلها بتدفع كهرباء الاسانسير وبيشحنوا الكارت علشان الاسانسير يشتغل، وطبعا اللي بيدفعوا يركبوا الاسانسير واللي ما يدفعوش ما ينفعش انه يركبوا، دي اصول. فالتاني كان واخدها بلطجه، يركب الاسانسير ينزل في الدور السابع ويطلع الدور الثامن اللي هو بيخطن فيه. هو مأجر الشقه دي، يعني هي الشقه مش بتاعته تمليك. فلما الناس لقوهم برضو مصممين عايزين يعرفوا مين اللي فصل كهرباء الاسانسير فكبروا دماغهم منه، هم قاموا جايين قايمين وقعدوا برضو يشتموا في العماره وفي الشارع كله. مين بقى اللي كان يعني واقف وسامع الموضوع ده؟ كان الكابتن لؤي وصديقه الكابتن مصطفى. ما عجبهمش اللي حصل على السباب اللي كانوا عمالين كل شويه يقولوه، والشتايم طبعا والالفاظ البذيئه على سيدات العماره. فطبعا هم قاموا جايين متدخلين الاثنين، يا عم اللي انت بتعمله دوت ما ينفعش، الشتيمه وقله الادب دي يعني ملهاش لازمه. هم كانوا مستنيين بس ان حد كده ينكشهم بمعنى اصح. فقامت جايه مرات اخو كريم اللي هو ساكن في العماره، راحت طلعت فوق في الشقه بتاعت كريم وجابت المطوه بتاعته وقامت جايه نازله مديها له. قام جاي كريم واخد المطوه وقالع الفانيلا اللي كان لابسها ولفها على ايديه، وقام جاي رايح على الكابتن لؤي والكابتن مصطفى. هو عايز يصطادهم الاثنين. اول ما دخل على الكابتن مصطفى، طبعا هو حصلت يعني مشاجره ما بينهم الاثنين والناس سلكوهم عن بعض. قام جاي المتهم بالمطوه اللي معاه وطالع جري على الكابتن لؤي، قام جاي هو ماسك كرسي وبيدافع عن نفسه بيزقه بيه. قام جاي الثاني ضربه كذا طعنه في بطنه، ولكن الضربات دي ما كانتش مؤثره قوي، بس الضربه اللي ضربها له في رقبته هي اللي اودت بحياته في الحال. الاهالي بعدها خدوا جثمان الكابتن لؤي ودوه على المستشفى، ولكن كانت خلاص روحه فضت اللي خليها. بعدها رجال الشرطه القت القبض على المتهم، يعني في خلال ربع ساعه ونص ساعه يعني بالكتير قوي كانوا القوا القبض على المتهم، واعترف بكل شيء اعتراف تفصيلي. فده كان بالنسبه لتفاصيل اللي حصل. ربنا يتغمده بواسع رحمته يا رب، ويلهم ذوي الصبر والسلوان، وخالص تعزينا لكل اسرته، وباذن الله حقه هيرجع. ربنا يحفظنا يحفظكم يا رب من اي شر، ويبعد عننا وعنكم اي سوء. هسيب لحضراتكم المصادر تحت في الكومنتات، ادخلوا بصوا عليها. وما تنسوش حاجه مهمه جدا، ان احنا ناقلين الخبر وليس محققين. لو انت وصلت معايا لاخر الفيديو فانا بشكرك. لو انت على اليوتيوب اشترك في القناه وفعل الجرس، ولو على الفيسبوك لايك البيج. انا حسام حماده، اشوفكم على خير الحلقه الجايه. السلام عليكم.